ختمنا حبايب الحلقة اللي فاتت بسؤال واجب كان بيقول: تتكون الثلوج على قمم الجبال بإفريقيا نتيجة نقط البعد عن دائرة الاستواء، ولا أشعة الشمس المائلة، ولا عامل الارتفاع، ولا الموقع الجغرافي؟ سمعتوا الحلقة بقى وحليتوا الواجب ولا هنراكم من أولها؟ لا مذاكرين طبعا يا جيو، والإجابة هتكون عامل الارتفاع، لأن حضرتك قلت لنا إن المعادلة بتقول إن درجة الحرارة تقل بمعدل درجة واحدة كلما ارتفعنا 150 متر عن منسوب سطح البحر. فأكيد يا جيو درجة الحرارة هتقل بسبب عامل الارتفاع، لأن الجبال دي بتكون عالية جدا. دي بقى الشطارة والحلاوة دي؟ لا برافو جدا جدا. ومراجعة سريعة كده يا حبايبي على الحلقة اللي فاتت عشان بس نتذكر اللي احنا قلناه، واللي عرفنا فيها ان الحرارة اهم عناصر المناخ، وان كمان عندنا 5 عناصر بيأثروا لي على الحرارة من مكان للتاني، واللي هم قدام عينينا على الشاشة دول، وفرمنا طبعا كل واحدة فيهم بالتفصيل. تعالوا بقى النهاردة نكمل مع بعض باقي عناصر المناخ، واللي هم بالترتيب كده: الضغط الجوي والرياح والامطار. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم حبايب قلبي، طلاب اولى اعدادي في كل مكان في الجمهوريه، يا رب تكونوا بخير. سمي الله بقى، خد حسنات وركز معايا. ولو اول مره تشوفني انزل على طول اعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديده اول باول، وما تنساش بقى اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لكل اصحابك. ويلا بينا نشوف ايه حكايه الضغط الجوي. قلنا يا اولاد ان الحراره هي اهم عناصر المناخ. هتسألني وتقول لي ليه؟ هقول لك لانها تؤثر على باقي عناصر المناخ. طيب تعال نشوف ازاي بقى الحرارة هتأثر لي على باقي عناصر المناخ، ونبدأ بالضغط الجوي والرياح. يلا بينا يلا بينا. هنفترض يا حبايبي ان عندنا منطقتين: منطقة درجة حرارتها عالية جدا الجو فيها حر نار، ومنطقة تانية درجة حرارتها منخفضة الجو فيها ساقعة زي ما احنا شايفين كده. طيب بالعقل بقى قول لي انت، المنطقة اللي حرارتها مرتفعة دي هواها هيكون بارد ساقع يعني ولا سخن؟ هيبقى هواها سخن طبعا يا جيو، لأن حرارتها مرتفعة. حلو برافو. طيب المنطقة التانية اللي حرارتها منخفضة قول لي انت، هواها هيبقى بارد ولا سخن؟ أكيد يا جيو هيبقى هواها بارد، لأن حرارتها منخفضة. برافو عليك، ممتاز جدا. اهو بقى العلماء يا اولاد جم سموا الهواء البارد ده ضغط جوي مرتفع، والهواء الساخن سموه ضغط جوي منخفض. ايه ده يا جيو؟ يعني معنى كده ان المناطق اللي مرتفعة الحرارة وهواها ساخن دي بيبقى ضغطها منخفض، والمناطق التانية اللي درجة حرارتها منخفضة يعني هواها بارد دي بيبقى ضغطها الجوي مرتفع. يا سلام عليك وعلى نباتك، بالظبط كده زي ما انت قلت بالظبط. يعني خد بالك كده، تلاقي بينهم علاقة عكسية، كل ما الحرارة ترتفع الضغط الجوي ينخفض، صح ولا ايه؟ والعكس صحيح، كل ما الحرارة تنخفض الضغط الجوي يرتفع. مش فاهم قوي اللي بنقوله صح؟ طيب تعالى لي افهمك. الهواء البارد يا ولاد ده بيبقى هواء فيه بخار ميه، هواء بيبقى فيه ميه، فعلشان كده الهواء البارد ده بيبقى هواء تقيل، بيفضل قاعد على الارض ما بيعرفش يطير في السماء بسهولة. اما بقى الهواء الساخن ده هواء خفيف، فبيعرف يطير في السماء بسهولة جدا. طيب ركز معايا بقى كده وشوف الهواء الساقع هيعمل ايه. الهواء الساقع اكمنه يعني هواء تقيل، فبيفضل قاعد تحت على الارض مش بيعرف يطير زي الهواء السخن. فالهواء الساقع ده يقوم متحرك اهو على سطح الارض زي ما انتم شايفين كده، ويروح عند الهواء الساخن. فيقوم الهواء الساخن يعمل ايه بقى؟ يقول له يا عم اشبع بالارض، انا اصلا خفيف وبعرف اطير احسن منك، ويقوم طاير في السماء اهو زي ما احنا شايفين كده. ده معنى كده خد بالك بقى، الله يبارك لك وركز معايا، ان يؤدي اختلاف مناطق الضغط الجوي الى تحرك الهواء حركة افقية من مناطق الضغط الجوي المرتفع الى مناطق الضغط الجوي المنخفض، ويظهر ذلك على شكل ايه بقى؟ رياح. برافو، حلو قوي. يعني نفهم كده يا اولاد ان الهواء لما بيتحرك من مكان للتاني زي الهواء البارد كده ما اتحرك، حركته بقى من مكان للتاني ده اسمها رياح. اما طول ما الهواء ثابت في مكانه اسمه هواء، اتحرك بقى اسمه رياح. حلو كده؟ طيب حلو. لو انت فهمت بقى شرح الجزئيه اللي فاتت دي يبقى اكيد هتجاوبني على السؤال اللي جاي ده. سمي الله بقى، صلي على رسول الله وركز في السؤال. بما تفسر هبوب الرياح على سطح الارض؟ يعني معنى السؤال ايه؟ بيقول لك ليه الرياح بتهب او بتتحرك على سطح الارض زي الهواء البارد بيتحرك دلوقتي كده؟ هنجاوب نقول ايه بقى؟ يبقى الإجابة يا جيو تهب الرياح بسبب اختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الأرض. فزي ما حضرتك قلت لنا إن الهواء البارد اتحرك من مناطق الضغط المرتفع
إلى مناطق الضغط المنخفض. الله عليك، ممتاز والله. وناخدها بقى قاعدة كده يا حبايبي عندنا نحفظها صم، اوعى ننساها، ان الهواء بيهب دايما من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض، يعني من المناطق اللي هواها بارد الى المناطق اللي هواها سخن. اوعى تنسى القاعدة دي، هنحتاجها كتير جدا قدام دلوقتي. طيب، هل الرياح اللي بتتحرك بقى على سطح الارض دي نوع واحد؟ يعني هي رياح واحدة كده وخلاص، ولا ليها انواع كتير؟ قال لك لا يا فندم، ده احنا عندنا 4 انواع من الرياح. ايه هم بقى؟ الرياح الدائمة، والرياح الموسمية، والرياح المحلية، ورابع نوع رياح اسمها نسيم البر والبحر. يبقى احنا كده عندنا كام نوع من الرياح؟ 4 انواع. طيب وايه الفرق بقى يا جيو بين الرياح الدائمة والرياح الموسمية والرياح المحلية ونسيم البر والبحر؟ ده مش كلها رياح وخلاص؟ لا يا باشا، ده كل نوع من الرياح ده ليه قصة كبيرة، فسمي الله بقى، صلي على رسول الله كده وركز معايا جدا جدا، وتعالى نحكي عن كل واحدة فيهم بالتفصيل. قال لك ايه بقى؟ ان لكل نوع من انواع الرياح دي كل نوع ليه انواع تانية. يعني هم مش ال4 انواع دول بس، لا، ده كل نوع ليه انواع تانية كمان. يعني مثلا الرياح الدائمة دي ليها 3 انواع تانيين: رياح تجارية، ورياح عكسية، ورياح قطبية. وخد بالك كده اسمها ايه؟ رياح دائمة. يعني الرياح الدائمة دي رياح بتهب بانتظام طول العام، طول السنة نلاقي موجود رياح دائمة. ولكن بتهب من اللي فين بقى؟ ها، قول انت كده. برافو، من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض. دي قاعدة وحفظناها بقى خلاص. طيب وايه الفرق بقى يا جيو بين الرياح التجارية والرياح العكسية والرياح القطبية؟ بص بقى يا باشا، وحط الكلمتين اللي جايين دول حلقة في ودانك. الفرق بين اي رياح والتانية هي بوبها. يعني الرياح دي بتهب منين وتتحرك تروح فين. يعني مثلا ركز معايا كده، لو بصينا على الكرة الارضية اللي معانا دي هنلاقي ان الرياح التجارية بتهب من الاماكن دي اهي وتروح لاماكن تانية عند خط الاستواء. اما مثلا الرياح العكسية، ركز معايا كده، هتلاقيها بتهب من نفس الاماكن اللي ضغطها مرتفع دي، ولكن ايه الاختلاف بقى؟ اتجاهها. تلاقيها بتروح ناحية الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية، زي ما احنا شايفين اتجاه اللسهم على الرسمة كده. طيب امسح بقى معايا كل ده وتعالى ناخدها واحدة واحدة كده ونشوف الكلام ده حصل ازاي بس بالتفصيل. سمي الله بقى، صلي على رسول الله، وركز معايا جدا جدا جدا. اول حاجة يا حبايبي، تعالوا نرسم الكرة الارضية، ونرسم كمان خط في النص كده ونسميه ايه بقى؟ ها، قول انت. دايرة الاستواء. برافو. بس هنسميه هنا ضغط منخفض استوائي. ليه بقى؟ لان اصلا يا حبايبي زي ما احنا عارفين ان منطقة الاستواء دي درجة حرارتها عالية جدا، وعلشان كده يا اولاد المنطقة دي بيبقى ضغطها منخفض. صح كده ولا ايه؟ ما احنا قلنا كل ما الحرارة ترتفع الضغط ينخفض. وخليها كده قاعدة في دماغك بقى ما تنساهاش. طيب حلو قوي، ركز بقى معايا كده. لو عملنا فوق هنا كمان خط وتحت هنا كمان خط، الخطين دول فاكر كان اسمهم ايه؟ ها، قول انت كده. مدار السرطان ومدار الجدي. برافو. وكان درجتهم 23.5. صح ولا ايه؟ صح. ولكن خد بالك بقى، انا هنا مش راسم مدار السرطان ومدار الجدي، امال راسم ايه؟ راسم الخط اللي فوق ده فوق مدار السرطان بشوية عند دايرة رقمها 30 شمالا، وراسم برضه الخط اللي تحت ده تحت مدار الجدي بشوية عند برضه دايرة رقمها 30 بس جنوبا. طيب حلو، نسمي الخطين دول ايه بقى؟ سمي الله كده. الخط اللي فوق نسميه ضغط مرتفع فيما وراء مدار السرطان، يعني بعد مدار السرطان بشوية. والخط اللي تحت نسميه ضغط مرتفع فيما وراء مدار الجدي، يعني بعد مدار الجدي بشوية. ممتاز جدا. احنا كده رسمنا دايرة الاستواء وخطين 30، واحد شمالا والتاني جنوبا. وخليك فاكر ان 30 شمالا ده فوق مدار السرطان بشوية، و30 جنوبا تحت مدار الجدي بشوية. طيب تعالى بقى نرسم كمان الدايرة القطبية الشمالية واللي درجتها كام؟ ها، 66.5 شمالا. برافو. ونسميها ضغط منخفض عند الدائرة القطبية الشمالية. ونرسم كمان الدائرة القطبية الجنوبية واللي درجتها كام؟ ها، 66.5 جنوبا. برافو. ونسميها برضو ضغط منخفض عند الدائرة القطبية الجنوبية، لأن يا حبايبي المنطقتين دول ضغطهم منخفض. واخر حاجه يا اولاد نرسم القطبين الشمالي واللي درجته 90 شمالا ونسميه ضغط مرتفع قطبي. ونرسم كمان القطب الجنوبي واللي درجته 90 جنوبا ونسميه برضه ضغط مرتفع قطبي، لان يا اولاد القطبين بيبقى ضغطهم مرتفع. ليه؟ لان درجه حرارتهم منخفضه. صح كده ولا ايه؟ برافو.
ركز بقى معايا واصحى جدا جدا في الكلام اللي جاي ده، اللي جاي ده اهم كلام. لو انت ركزت معايا بقى وانا برسم الجزء اللي فات ده، هتلاقي ان كتبت دوائر ضغطها مرتفع، زي مثلا الدايره دي والدايره دي والدايره دي، ولونتهم كمان باللون الازرق. ليه؟ لان قلنا ان المناطق اللي ضغطها مرتفع درجه حرارتها منخفضه، فعملناها باللون الازرق، قال يعني ساقعه وتلج وكده يعني. طيب والدوائر التانيه كتبنا عليها ضغط منخفض، زي مثلا دي ودي ودي، ولونهم بايه بقى؟ باللون الاصفر، قال يعني صحراء ودرجه حرارتهم مرتفعه وكده. واتفقنا طبعا يا اولاد ان ايا كان نوع الرياح، فالرياح عموما بتهب من مناطق الضغط المرتفع ذو الحراره المنخفضه لمناطق الضغط المنخفض ذو الحراره المرتفعه. برافو. طيب تعالى بقى نوزع الرياح الدائمه على الكره الارضيه. يلا بينا يلا بينا. هنلاقي، ركز معايا بقى، ان الرياح التجاريه بتهب من مناطق الضغط المرتفع اللي عند دائره عرض 30 زي ما احنا شايفين كده، سواء كانت الشماليه او الجنوبيه، وتهب ناحيه الضغط المنخفض عند دائره الاستواء. ونروح مسمين الرياح اللي جايه من ناحيه الشمال دي رياح تجاريه شماليه شرقيه. هتستغرب طبعا وتسالني ليه يا جو سميناها رياح شماليه شرقيه؟ هقول لك لو خدت بالك معايا كده هتلاقي ان الرياح دي جايه هب علينا من ناحيه الشمال الشرقي. طيب والرياح اللي جايه من ناحيه الجنوب هنسميها الرياح التجاريه الجنوبيه، ونحط برضو جنبها الشرقيه. جنوبيه عشان جايه من ناحيه الجنوب زي ما احنا عارفين، وشرقيه جايه من ناحيه الشرق اتجاهها. صح كده ولا ايه؟ ها اصحى وركز معايا وما تقلقش، انا في الاخر هلم لك كل الكلام ده في معلومات بسيطه وهسهلها عليك خالص، بس ركز معايا واحده واحده كده معايا. طيب تعالى بقى نشوف الرياح العكسيه، وركز كده اسمها ايه؟ رياح عكسيه، يعني خلف خلاف. اي حاجه الرياح التجاريه عملتها هتلاقي ان الرياح العكسيه دي خلفها. اهو خد بالك كده، هتلاقي ان الرياح العكسيه بتهب برضه من نفس الخطين دول اللي هبت منها الرياح التجاريه، ولكن عكس الرياح التجاريه. الرياح التجاريه راحت ناحيه دايره الاستواء، صح كده ولا ايه؟ الرياح العكسيه بقى تعمل زيها؟ قالت لها لا، ده انا لازم اعمل عكس منك. فقامت الرياح العكسيه هبه على الدائرتين القطبيتين الشماليه والجنوبيه، ونروح مسمين الرياح اللي في الشمال جنوبيه غربيه. هتقول لي جنوبيه؟ جنوبيه ازاي يا جيو؟ ده هي اصلا موجوده في الجزء الشمالي من الكره الارضيه. هقول لك تاني، اسمها رياح عكسيه، يعني اي حاجه الرياح التجاريه عملتها هتلاقي العكسيه بتخلفها. مش قلنا الرياح التجاريه اسمها شماليه شرقيه؟ يبقى دي اسمها ايه؟ جنوبيه غربيه. خلصت. طيب لو انت فهمت بقى قول لي انت، الرياح العكسيه اللي في الجزء الجنوبي من الكره الارضيه هيبقى اتجاهها ايه؟ ها؟ شماليه غربيه. برافو. وعكس برضو الرياح التجاريه اللي كانت ايه بقى؟ جنوبيه شرقيه. حلو قوي. تعالوا بقى نشوف الرياح القطبيه والاخيره. ها الله على كل الناس الشاطره اللي مركزه معايا، اوعى تنام، ركز بقى في الرياح القطبيه اللي جايه دي، اخر رياح في الرياح الدائمه. شوف بقى كده اسمها ايه؟ رياح قطبيه. هتهب علينا منين؟ من القطبين الشمالي والجنوبي. طب قلنا لها يا رياح قطبيه هتهب من القطبين تروحي فين؟ قالت لك انا هروح لاقرب منطقه مني ضغطها منخفض. فهتروح فين يا ترى؟ هتروح فين؟ قالت لك هروح للدائره القطبيه الشماليه لو انا جايه من القطب الشمالي. طب لو انا جايه من القطب الجنوبي؟ قالت لك اقرب مكان ليا الدائره القطبيه الجنوبيه. برافو. يبقى بتهب فين وفين؟ في الدائره القطبيه الشماليه، وبتهب على الدائره القطبيه الجنوبيه. وقاموا مسمين الرياح اللي بتهب في الشمال رياح قطبيه شماليه شرقيه، نفس اتجاه الرياح التجاريه. اما الرياح القطبيه اللي بتهب من ناحيه الجنوب قال لك دي بتيجي من الاتجاه الجنوبي الشرقي، نفس اتجاه الرياح التجاريه، فقاموا مسمينها الرياح القطبيه الجنوبيه الشرقيه، نفس اتجاه ايه؟ الرياح التجاريه. القطبيه والتجاريه نفس الاتجاهات، اللي بيخلفهم هما الاثنين الرياح العكسيه. حلو قوي، احفظها كده. بس يا جيو الاسهم دي كتير وهتلخبطنا، مفيش حاجة حضرتك تقدر تقول لنا عليها تسهل علينا نحفظ الاسهم دي شوية؟ بس كده؟ ده انا عينيا يا باشا. ركز بقى معايا وشوف الحته اللي جايه دي. هنرسم كده يا اولاد سهم زي ما احنا شايفين كده على ايدينا اليمين. شايفين بقى الخطين بتوع السهم دول، الخط اللي فوق ده والخط اللي تحت ده؟ لو نقلنا الخطين دول كده هنلاقيهم هم نفس اتجاهات الرياح التجاريه، صح كده ولا ايه؟ طيب والرياح القطبيه مش قلنا ان هي نفس اتجاه الرياح التجاريه؟ فنقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم واخدين سهم الرياح التجاريه ده ونحطه فوق في الشمال عند الرياح القطبيه،
ونفس القصة نعملها تحت، ناخد السهم بتاع الرياح التجارية وننزله تحت عند الرياح القطبية. يبقى معانا ايه بقى كده؟ الرياح العكسية. وقلنا الرياح العكسية خلف خلاف، الرياح التجارية راحت يمين دي تروح شمال، راحت شمال دي تروح يمين، خلصت. تمام كده؟ تمام قوي. ودي ببساطة يا اولاد كانت حكاية الرياح الدائمة، جزء مكلكع كده شوية بس حاولنا نبسطه بقدر الامكان. تعالوا بقى نراجع سريعا كده على الجزء ده عشان ننتقل للجزء اللي بعده. والله عشان الناس الشاطرة اللي مركزة معايا اصحى كده وهتنام، شايفك يا اللي نمت ورا الكاميرا. طيب قال لك ايه بقى؟ حرك بقى شفايفك كده واتكلم معايا، نراجع مع بعض على الجزء اللي فات ده. قلنا ان الرياح الدائمة هي رياح تهب بانتظام طوال العام من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض. وقلنا كمان ان الرياح التجارية تهب من منطقتين الضغط المرتفع عند الدائرة القطبية الشمالية 30 والجنوبية 30 برضو، وبتهب على ايه بقى؟ على مناطق الضغط المنخفض اللي عند دائرة الاستواء. برافو جدا. وعلشان كده الرياح دي يا اولاد نقدر نقول انها بتعمل على تلطيف درجة الحرارة. ويجي يسألك هنا سؤال بما تفسر ويقول لك ليه الرياح التجارية بتلطف درجة الحرارة؟ هنقول له ايه بقى؟ لقدومها من جهات اقل حرارة، جاية من مناطق باردة، فعلشان كده بتيجي تلطف الحرارة. طيب الرياح العكسية قلنا انها بتهب من منطقتين الضغط المرتفع عند دائرتي عرض 30 شمالا وجنوبا، نفس المكان اللي الرياح التجارية هبت منه، ولكن ايه الفرق؟ ان هي عكست اتجاهها، فراحت فين بقى؟ نحو منطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبية الشمالية والجنوبية. ولو سألني هنا ركز، لو جه سألني عن تأثير الرياح العكسية دي هنقول له الرياح العكسية تعمل على تدفئة الجو. الرياح العكسية لما بتهب على أماكن بتدفي الجو، لو هو بارد تخليه أدفأ شوية، عكس برضه الرياح التجارية اللي بتلطف الجو. يبقى التجارية بتلطف الجو، أما العكسية بتدفي الجو. يتبقى معانا كده الرياح القطبية. الرياح القطبية بقى تهب من منطقتين الضغط المرتفع عند القطبين الشمالي والجنوبي، من اسمها قطبية، يبقى بتهب من عند القطبين. طيب وبتروح فين بقى؟ نحو منطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبية الشمالية والجنوبية، واللي هم برضه نفس الجزئين اللي هبت عليهم الرياح العكسية. حلو كده؟ حلو جدا جدا. خلصنا كده الحمد لله الجزء المكلكع في الدرس ده وهو الرياح الدائمة، وحاولنا نبسطه الحمد لله بقدر الإمكان. يلا بينا بقى نخش نشوف باقي أنواع الرياح، ونبدأ بالنوع الثاني وهو الرياح الموسمية. ومن اسمها كده يا حبايبي رياح موسمية، يعني بتهب علينا في مواسم زي موسم الصيف أو موسم الشتاء. يعني الرياح دي يا أولاد مش بتهب طول السنة زي الرياح الدائمة، لا بتهب في مواسم بس. وركز معايا كده، لو جيت أعرف الرياح الموسمية دي هقول إيه؟ اسمع كده وركز معايا، اصحى. هنقول هي الرياح التي تغير اتجاهها موسميا بين الصيف والشتاء، يعني في الصيف لها اتجاه وفي الشتاء ليها اتجاه. طيب وايه بقى انواع الرياح الموسمية دي يا جيو؟ ما انا بقول لك اهو، هي نوعين، رياح موسمية صيفية ورياح موسمية شتوية، صح كده ولا ايه؟ تعالى بقى ناخدهم واحدة واحدة، يلا بينا. قال لك بقى يا باشا ان الرياح الموسمية الصيفية دي رياح ممطرة، اما الرياح الموسمية الشتوية رياح جافة، فتحس كده ان هي رياح حولة. ازاي يا جيو الكلام ده؟ الرياح الموسمية بتمطر في الصيف وتيجي في الشتاء وتبقى جافة؟ هي الرياح الموسمية دي حولة ولا ايه يا جيو؟ الله يبارك فيك ويديك الصحة، امسك في التشبيه اللي انت قلته ده. الرياح الموسمية فعلا رياح حولة زي ما انت قلت كده، بتيجي في الشتاء وتلاقيها جافة، تيجي في الصيف وتلاقيها بتمطر، سبحان الله. ويجي هنا بقى يا اولاد يسألنا سؤالين بما تفسر. السؤال الاول، ليه الرياح الموسمية ممطرة في الصيف؟ السؤال الثاني، ليه الرياح الموسمية جافة في الشتاء؟ هنقول له ايه بقى؟ سم الله، صل على رسول الله وركز معايا. هنقول له ان الرياح الموسمية دي ممطرة في الصيف لانها تهب من الماء الى اليابس، بتبقى جاية من المية لليابس، فبتبقى جاية متعبية بخار مية، فعلشان كده بتمطر على اليابس بعد طبعا ما يحصل لها تكاثف، وعلشان كده بنقول ان الرياح الموسمية الصيفية رياح ممطرة. طيب السؤال الثاني، ليه الرياح الموسمية الشتوية جافة؟ فكر انت بقى كده. برافو، مش قلنا ان الرياح الموسمية دي رياح بتعكس اتجاهها من موسم لموسم؟ يعني بدل ما كانت بتهب من المية لليابس في الصيف، هتيجي في الشتاء وتعكس اتجاهها، هتهب من اليابس للمية، عكس طبعا فصل الصيف. طيب ركز كده، لما الرياح الموسمية الشتوية دي
تهب من اليابس للميه هتبقى محمله ببخار الميه؟ لا طبعا، ما هي جايه من اليابس، هتجيب بخار ميه منين؟ مش هتبقى محمله ببخار الميه. اذا لما يسالك بما تفسر الرياح الموسميه الشتويه جافه ليه، نقول له لانها تهب من اليابس الى الماء، فبتيجي من اليابس للميه، فبتبقى مش محمله ببخار الميه، فبتبقى جافه، فمش بتمطر، خلصت. وناخد كمان يا حبايبي مثال عن الرياح الموسميه الصيفيه الممطره، وهي منطقه جنوب شرق اسيا. وعلشان كده بقى لو جه سالك وقال لك الرياح الموسميه الصيفيه بتسبب امطار غزيره فين؟ هنقول له فين؟ فكر كده، في جنوب شرق اسيا. برافو. تعال بقى نشوف ثالث نوع معانا من انواع الرياح، وهي الرياح المحليه. وحرك شفايفك معايا كده وعيدها تاني، اسمها رياح ايه؟ سمعني كده. رياح محليه. يعني يا حبايبي الرياح دي بتأثر على اماكن محليه. يعني الرياح دي مثلا ممكن نلاقيها موجوده في بلد ومش موجوده في بلد تانية. نلاقيها مثلا في مصر، ما نلاقيهاش في اوروبا، او ما نلاقيهاش في امريكا، او ما نلاقيهاش في بلد تانية. فهي رياح محليه بتأثر على اماكن محدوده. طيب لو جينا نعرف الرياح المحليه دي بقى نقول ايه؟ سم الله، صلى على رسول الله، وركز معايا كده. هنقول هي رياح ذات تأثير محلي تهب فوق مناطق محدودة من سطح الأرض. ومقرر علينا بس يا حبايبي في الرياح دي نوعين من الرياح المحلية. الرياح رقم 1 اسمها رياح الخمسين، ودي بتهب على مصر. يبقى ركز، رياح الخمسين التي تهب على مصر في فصل الربيع، وهي رياح محملة بالرمال والأتربة. يعني بص كده معانا على الصورة دي، هي دي بقى رياح الخمسين. نبقى في فصل الربيع وعمالين نغني الجو ربيع وبديع ومزقططين خالص، نلاقي الهوا جاي مليان تراب ومغبر الدنيا زي ما احنا شايفين كده. وهي دي بقى يا حبايبي رياح الخمسين. طيب والرياح التانية رياح اسمها رياح الهبوب، ودي يا اولاد مش موجودة في مصر، دي بتهب في السودان. يبقى تاني عندنا 2 من انواع الرياح المحلية، رياح الخمسين في مصر ورياح الهبوب في السودان. حلو قوي. رابع واخر نوع معانا بقى اولاد من انواع الرياح، رياح اسمها نسيم البر والبحر. وببساطة كده يا حبايبي تعال اديك مثال او فكرة كده عن الرياح دي الاول قبل ما نتكلم في تفاصيلها. شفت الرياح الموسمية اللي حكينا عنها من شوية وقلنا ان هي الرياح بتهب من اليابس للمية ومن المية لليابس باختلاف المواسم الصيف والشتاء؟ اهي بقى رياح نسيم البر والبحر دي تقريبا نفس الرياح الموسمية دي، ولكن الاختلاف بينهم ان نسيم البر والبحر ده بيحصل بالليل وبالنهار، اما الرياح الموسمية بتحصل في الصيف والشتاء. طيب تعال نشوف تفاصيل اكتر عن نسيم البر والبحر، يلا بينا. قال لك بقى ان نسيم البر والبحر ده يحدث ركز نتيجة اختلاف درجات الحرارة على اليابس والماء المتجاورين اثناء النهار والليل. يعني ببساطة خالص كده يا حبايبي، بالنهار مية البحر بتبقى ساقعة، وعلشان كده احنا بنروح نصيف بالنهار ونقعد قدام البحر كده ونستنى الهواء الجميل اللي بيجي من البحر، صح كده ولا ايه؟ فتاني ركز معايا، بالنهار مية البحر بتبقى ساقعة، اليابس بقى بيبقى حر، ما الشمس خابطة في اليابس طول اليوم، صح كده ولا ايه؟ فمخلية اليابس حر وسخن. في نفس الوقت البحر بتبقى ميته ساقعة وجميلة، لأن المية احنا عارفين بتمتص الحرارة ببطء وتفقد برضو حرارتها ببطء. فالمهم بقى بالنهار البحر الجميل ده يروح رامي نسمة هواء باردة كده على اليابس، فالناس بقى تبقى قاعدة كده قدام البحر تقابل نسمة الهواء الساقعة الجميلة دي بالنهار، وبنسمي النسمة الجميلة دي نسيم البحر علشان جاية من البحر بالنهار. طيب ونسيم البر ده بقى بيبقى العكس، بنيجي بالليل مية البحر دي بتبقى دافية، بتبقى سخنت بقى، ما هو طول النهار الشمس خابطة فيها، فالمية درجة حرارتها ارتفعت شوية، وطبعا بتفقد الحرارة ببطء ففضلت سخنة بالليل. وفي نفس الوقت اليابس عندنا بيبقى ساقع بالليل، ما هو مفيش شمس بقى، صح كده ولا ايه؟ ركز معايا كده وخد بالك. ده غير اصلا ان كمان طول النهار اليابس عمال ياخد هواء ساقع جايله من البحر، فاليابس بالليل بيبقى ساقعة، اما البحر بيبقى دافي او سخن شوية. فيحصل هنا بقى يا حبايبي عكس اللي حصل من شوية، يجي هنا بقى اليابس هو اللي يبعت هواء بارد للبحر، ونسمي الهواء البارد اللي رايح ناحية البحر ده نسيم البر. خلصت، هو ده نسيم البر ونسيم البحر. وخد بالك بقى وافتكر واوعى تنسى المعلومة دي، واحنا بنشرح الضغط الجوي قلنا ان الهواء البارد اللي هو السائع لما بيجي في مكان ايه اللي بيحصل؟ الهواء السخن بيسيب له المكان ويطير، لان الهواء البارد بيبقى محمل ببخار ميه فبيبقى تقيل ما بيعرفش يطير، عكس الهواء الساخن، صح كده ولا ايه؟
وهو ده اللي بيحصل في نسيم البر والبحر. تمام، احفظ القاعدة دي اوعى تنساها. يبقى تاني سمي الله بقى. نسيم البر يحدث نهارا حيث ترتفع درجة حرارة الهواء فوق اليابس اللي هو البر يعني، فترتفع إلى أعلى ويحل محله هواء بارد يهب من ناحية البحر، وتعرف هذه الظاهرة بنسيم البحر زي ما لسه شارحينها. أما نسيم البر يحدث ليلا حيث يكون الهواء فوق الماء اللي هو البحر يعني أدفأ من الهواء فوق اليابس، فيرتفع إلى أعلى الهواء يعني، ويحل محله هواء بارد يهب من ناحية البر، وتعرف هذه الظاهرة بنسيم البر زي ما لسه شارحين. خلصت. وده يا حبايبي كان الضغط الجوي والرياح بأنواعها، واللي هم تاني الرياح الدائمة والرياح الموسمية والرياح المحلية ونسيم البر والبحر. باقي معانا كده بإذن الله في درس عناصر المناخ آخر عنصر ألا وهو الأمطار. سمي الله بقى، صل على رسول الله، ويلا بينا نفرم الأمطار. بص بقى معايا كده في الرسمة دي. هنفترض مثلا يا أولاد إن عندنا بحر أو بحيرة مصدر للمية يعني، زي مثلا البحيرة الصغيرة اللي معانا دي اللي فيها البطة وعيالها دي. تمام. أشعة الشمس بقى بتفضل خابطة في المية دي طول النهار زي ما احنا شايفين كده في الرسمة. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ سمي الله كده وركز معايا. هنلاحظ ان بيتبخر جزء من مية البحر دي او البحيرة وتطلع فوق في السماء وتكون لي ايه بقى؟ السحب. برافو، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ويجي هنا بقى يا اولاد دور الهواء يجي يفضل يزق في السحب لحد ما يحركها ويخليها تروح لمكان ابرد شويه، فتقوم البروده دي بقى يا اولاد تعمل عمليه تكاثف للسحب. يعني ايه بقى عمليه تكاثف؟ يعني السحب دي تتحول تاني الميه، وايه اللي يحصل بقى؟ تنزل الامطار من السحب. وهي دي عزيزي الطالب الشطور المراحل اللي بتتم علشان ينزل المطر زي ما بنشوفه كده. طيب تعالى بقى نشوف بيقول لنا ايه عن الجزئيه دي في الكتاب. بيقول لك نتيجة لتسخين حرارة الشمس للمسطحات المائية يتصاعد بخار الماء وتحمله الرياح. اهو زي ما قلنا الرياح بتتحرك لمكان لآخر فيتكاثف وتسقط الأمطار. طيب حلو قوي. تعال بقى نشوف ايه أنواع الأمطار دي. قال لك بقى يا سيدي عندنا 3 أنواع من الأمطار. رقم 1 أمطار تصاعدية، رقم 2 أمطار تضاريسية، رقم 3 أمطار إعصارية. تعال بقى ناخدهم واحدة واحدة كده ونفهم تفاصيلهم بالراحة. يلا بينا. رقم 1 الأمطار التصاعدية، وببساطة خالص كده يا أولاد شفتوا الرسمة اللي شرحناها من شوية دي؟ أيوة هي الرسمة دي اللي قلنا فيها إن المطر بيتبخر وبعدين يكون السحب فيتكاثف وتسقط الأمطار. هي دي بقى الأمطار التصاعدية اللي هي الطريقة البسيطة خالص لسقوط الأمطار. إيه ده معنى كده إن إحنا عندنا طرق تانية مش بسيطة؟ طبعا. قلنا عندنا أمطار تانية اسمها الأمطار التضاريسية والإعصارية واللي هناخدهم دلوقتي ونفرم كل تفاصيلهم، بس ركز معايا الأول في الأمطار التصاعدية. فبكل بساطة يا حبايبي هنقول إن من أسباب سقوط الأمطار التصاعدية دي هو صعود الهواء الساخن المحمل ببخار الماء إلى طبقات الجو العليا، فيبرد الهواء ويتكاثف ما به من بخار ماء ويسقط على شكل مطر غزير. طيب هل في مناطق معينة بيسقط فيها الأمطار التصاعدية دي؟ أيوة طبعا. يجي يسألك ويقول لك منطقة يسقط فيها الأمطار التصاعدية، نقول له على طول تسقط على المناطق الاستوائية. أهو بص الرسمة دي كده هنلاقي المطر بيسقط على منطقة خط الاستواء. أهي دي بقى يا أولاد هي الأمطار التصاعدية. بس ازاي الكلام ده يا جيو؟ مش حضرتك قلت لنا من شوية ان اشعة الشمس بتكون عمودية على دائرة الاستواء؟ يعني الجو بيبقى حر جدا في المكان ده اللي عند دائرة الاستواء، مش المفروض بقى المية بتتبخر بكثرة في المكان ده والهواء يحركها ويخليها تمطر في مكان تاني برد شوية؟ لا خد بالك بقى، ما هو مش شرط. انت نسيت لما قلت لك ان عندنا معادلة بتقول ان كل ما نرتفع 150 متر عن سطح البحر بتقل درجة الحرارة درجة واحدة؟ فممكن بقى يا اولاد في المناطق الاستوائية دي المياه اللي بتتبخر دي الهواء ياخدها ويعلى فوق جدا جدا جدا، بالتالي درجة حرارتها تنخفض وتتكاثف وتسقط الأمطار. وخد بالك إن بسبب الحكاية دي المناطق الاستوائية دي تعتبر أكتر مناطق بيسقط فيها أمطار طوال العام. طيب أسألك بقى سؤال هنا وهسيبك أنت تفكر فيه عشان ننتقل على الجزئية اللي جاية. السؤال بيقول إيه بقى؟ بما تفسر أسباب سقوط الأمطار التضاريسية. فكر أنت بقى في إجابة السؤال وبقى اكتب لي إجابته في كومنت تحت الفيديو. تعال بقى نشوف تاني نوع معانا من الأمطار وهي الأمطار التضاريسية. بص بقى معايا كده في الرسمة دي هتلاقي طبيعي جدا إن الشمس خابطة في مية البحر، بالتالي إيه اللي بيحصل؟
المية بتتبخر. يجي هنا بقى دور الرياح، تقوم الرياح واخدة المية دي وتتحرك بيها ناحية اليابس، ولكن هاخد بالك هوب الرياح يلاقي قدام منه جبل، فيقوم يعمل ايه بقى؟ يروح عامل الجبل زحليقة، وتقوم الرياح واخدة بخار المية وتطلع فوق بعيد خالص في السماء بس فوق الجبل. في ايه اللي يحصل هنا بقى؟ كل ما نعلى لفوق درجة الحرارة تقل، فيقوم بخار المية اللي موجود في الرياح ده يتكاثف وينزل على شكل أمطار. بس الأمطار تنزل فين؟ فوق الجبال بس. فعلشان كده بنسميها الأمطار التضاريسية. خلصت. يبقى لو جه سألني وقال لي ايه أسباب سقوط الأمطار التضاريسية، هنقول له اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال فيصعد إلى أعلى، فيبرد الهواء ويتكاثف ما به من بخار ماء ويسقط على شكل ايه بقى؟ أمطار. خلصت. تعالوا بقى يا أولاد نشوف آخر نوع من أنواع الأمطار، وهي الأمطار الإعصارية. وفكرة الأمطار الإعصارية كده ببساطة يا حبايبي هي إن هواء سخن وهواء بارد الاتنين خبطوا في بعض، عملوا حادثة. في إيه بقى اللي يحصل؟ ركز معايا كده في الرسمة دي، بص كده، آدي الرياح الساخنة اللي هي الحمرا دي، وآدي الرياح الباردة اللي هي باللون الأزرق دي. جم الاتنين دول بقى خبطوا في بعض كده، عملوا محادثة مع بعض. ايه بقى اللي يحصل؟ قلنا ان الهواء البارد المحمل ببخار مية بيبقى هواء تقيل ما يعرفش يطير زي الهواء الساخن، فيقوم الهواء الساخن يتصاعد الى اعلى، ومن اللي يفضل تحت الهواء البارد. وطبعا الهواء الساخن ده لما يصعد لاعلى حرارته بتقل، بالتالي بيبرد، بالتالي بيتكاثف وتسقط الامطار. خلصت. ادي الامطار الاعصارية. هنضيف بقى حاجة كمان بسيطة كده على الأمطار الإعصارية، هي إن الأمطار الإعصارية دي بيصحبها البرق والرعد. أهو بص كده، أنا عامل لك برقاية صغيرة اهيت مع المطر. يبقى الأمطار الإعصارية بيبقى معاها برق ورعد. يبقى تاني، الله على الناس الشاطرة اللي مركزة معايا. أسباب سقوط الأمطار الإعصارية تقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن المحمل ببخار الماء، فيصعد الهواء الساخن لأعلى فيبرد ويتكاثف ما به من بخار ماء ويسقط على شكل مطر مصحوب بالبرق والرعد. ودول يا حبايبي كانوا أنواع الأمطار، واللي هما الأمطار التصاعدية والأمطار التضاريسية والأمطار الإعصارية. طيب سؤال هنا بقى، ركز كده، هل مثلا المطر اللي بينزل عندنا في مصر ده قد المطر اللي بينزل في أوروبا مثلا؟ قد المطر اللي بينزل في أمريكا؟ لا طبعا. كميات المطر اللي بتنزل في كل مكان غير اللي بتنزل في أماكن تانية. طيب تعالى بقى أثبت لك الكلام ده في جزئية جديدة بعنوان التوزيع الجغرافي للأمطار في العالم. فشوف بقى بيقول لك إيه؟ إن يختلف توزيع وكمية المطر من مكان لآخر على سطح الأرض. يعني يا حبايبي المطر مش بينزل في كل الأماكن بكميات ثابتة. ويجي يسألك هنا سؤال بما تفسر، ركز كده، تختلف كمية المطر من مكان لآخر. يعني ليه بتختلف كمية المطر من مكان لآخر؟ الإجابة بقى هنقول إيه؟ نتيجة لاختلاف أنواع الرياح وأنواع الأمطار. يعني تاني ركز، السبب في اختلاف كمية المية اللي بتنزل من المطر من مكان للتاني حاجتين. الحاجة الأولى نوع الرياح اللي تسببت في المطر، والحاجة التانية نوع المطر نفسه، هل هو مثلا مطر تصاعدي ولا إعصاري ولا تضاريسي. وعشان كده يا حبايبي نلاقي عندنا 3 مناطق نقدر نوزع فيهم الأمطار دي في العالم. إيه هم بقى؟ رقم 1 مناطق غزيرة المطر، رقم 2 مناطق متوسطة المطر، رقم 3 والأخير مناطق نادرة المطر، يعني المطر فيها بينزل قليل جدا. طيب وهي المناطق غزيرة المطر دي يا جيو والمناطق متوسطة المطر والمناطق نادرة المطر موجودين فين بقى؟ سم الله، صلى على رسول الله، وتعالى نشوفهم واحدة واحدة. قال لك ايه بقى؟ المناطق الغزيرة المطر دي مناطق تقع حول دائرة الاستواء، واللي هي المناطق الاستوائية يعني. طيب تعالى نشوف مكانهم فين على الخريطة، يلا بينا. ادي المناطق غزيرة المطر اللي باللون البرتقاني دي، ونلاقيها طبعا قريبة منين بقى؟ من خط الاستواء زي ما قلنا وزي ما شايفين على الخريطة كده. طيب يجي في الامتحان بقى مثلا يجيب لي خريطة زي اللي معانا دي ويحدد لي جزء من الأجزاء البرتقاني دي ويسألني، يقول لي أكمل مثلا أي من المناطق الموضحة على الخريطة يسقط عليها أمطار تضاريسية. هنقول له إيه بقى؟ يا جيو انا فاكر من شوية حضرتك قلت لنا ان المطر التصاعدي بيسقط على المناطق الاستوائية، وحضرتك قلت لنا دلوقتي ان المناطق الاستوائية دي غزيرة المطر. اذا يا جيو اجابة السؤال ان المناطق اللي متلونة بلون برتقاني على الخريطة دي بيسقط عليها الامطار التصاعدية. الله عليك، الله عليك بجد، برافو. طيب تعالوا بقى نشوف تاني منطقة معانا بيسقط فيها أمطار، وهي المناطق متوسطة المطر.
ودي يا حبايبي المناطق الواقعة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط، يعني الأماكن دي موجودة في أوروبا. طيب تعالوا نشوف مكانها فين على الخريطة، يلا بينا. ادي الساحل الشمالي للبحر المتوسط اهي. المناطق دي كلها بقى امطارها بتبقى متوسطة. يبقى لو جالي في الامتحان وجاب لي مثلا الساحل بتاع أوروبا ده وقال لي المكان ده بيسقط فيه امطار ايه، نقول له امطار متوسطه. اخر منطقه بقى نوزع فيها المطر مناطق نادره المطر، وده يا حبايبي زي الصحراء الكبرى اللي موجوده عندنا في شمال افريقيا. طيب نشوف مكان الصحراء الكبرى دي فين على الخريطه، يلا بينا. ادي الصحراء الكبرى، الجزء اللي باللون الاصفر ده كله هو الجزء ده بقى من المناطق نادره المطر. ودي يا حبايبي كانت كل حاجه معانا عن الامطار. باقي معانا كده جزء صغير خالص في الدرس، جزء كده بيتكلم عن علاقة الإنسان بالمناخ. هل الإنسان بيأثر في المناخ ولا ما بيأثرش؟ الإجابة أكيد طبعا يا جيو، الإنسان بيأثر في المناخ وتأثير كبير جدا كمان. طيب تعالى نشوف، يلا بينا. فبص معايا كده في الصورة اللي معانا دي، هتلاقي عندنا عربيات وبتطلع عوادم سيارات، وعندنا مصانع وبتطلع دخان كتير جدا، ده غير حريق الغابات وحاجات كتير جدا بتحصل. فكل الحاجات دي بتطلع لي دخان. فكل بقى الدخان يا حبايبي اللي بيطلع من الوسائل المختلفة دي، الدخان ده بيطلع في السماء ويتجمع، وبيقوم بقى عامل لي حاجة اسمها الاحتباس الحراري. يعني ايه بقى احتباس الحراري؟ بص معايا كده، الدخان الكتير ده لما بيطلع فوق في السماء في الجو يعني بيعمل زي طبقة عازلة كده حوالين الأرض، أهو زي ما احنا شايفين في الصورة كده. الطبقة العازلة دي بقى بتسمح لأشعة الشمس إنها تخش الأرض، إنما الأشعة دي لما تيجي تنعكس وتخرج تاني تقول لها لا مفيش خروج، احنا الاشعه اللي بتدخل عندنا ما بتخرجش تاني، بالتالي عملت طبقه عازله حوالين الكره الارضيه. وده يا حبايبي بيتسبب في حبس الحراره على سطح الارض. بالتالي ايه اللي بيحصل؟ درجه الحراره على سطح الارض بتزيد جدا. وهي دي ببساطه يا اولاد ظاهره الاحتباس الحراري، والظاهره دي يا حبايبي مضره جدا بالبيئه. فتعالى كده نشوف بيقول لنا ايه في الكتاب. بيقول لك ان افرط الانسان في استخدام التكنولوجيا المضره بالبيئه خلال العصور الحديثه. يعني الانسان يا اولاد افرط في استخدام التكنولوجيا زي المصانع والعربيات والحاجات اللي شفناها من شويه، واللي طبعا لوثت البيئه زي ما شفنا في الصوره كده. فيجي يسالك هنا بقى ويقول لك ما النتائج المترتبه على استخدام الانسان للتكنولوجيا؟ هنجاوب نقول له ايه بقى؟ هنقول له ادى ذلك الى حدوث بعض التغيرات المناخيه، مثل شوف بقى معايا الحاجات اللي حصلت نتيجه تدخل الانسان وتاثيره على المناخ. شوف بقى ايه المشاكل اللي حصلت للبيئه. رقم 1 ارتفاع درجه الحراره، رقم 2 انتشار الجفاف والتصحر، ورقم 3 انتشار الأعاصير. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا درس عناصر المناخ. وأخيرا مش هننسى الدعوة الجميلة اللي بتحبوها. ربنا ييسر أموركم ويسعد قلوبكم ويحقق أحلامكم ويفرج همومكم. أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية، سلام.